نستهل هذا الموجز من تونس. الذكرى العاشرة للثورة تمتزج بالاحتجاجات بعد 10 سنوات على الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. يحيي التونسيون ذكرى ثورتهم في أجواء باهتة يحضر فيها الاحتجاج ويغيب عنها الطابع الاحتفالي. في ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة تحولت الذكرى إلى مناسبة لرفع شعارات تسائل النظام السياسي عن بلورة حلول شافية تخرج الوضع الاقتصادي من دائرة الترهل في وقت تعيش فيه باقي مدن البلاد نسق حياة عادي دون اكتراث بحلول هذا التاريخ الذي كان يفترض أن يضع البلاد على مسار الانتقال الديمقراطي. في الجوار الجزائري جدد المعارض كريم طابو أحد أبرز وجوه الحراك الاحتجاجي مطالبته بمجلس تأسيسي، وطالب طابو النظام بإطلاق مسار انتقالي ديمقراطي للخروج من الانسداد الذي تعيشه الجزائر، معتبرا أن السلطة تبحث عن طاقم جديد لإدارة الأزمة وإحباط آمال التغيير الذي يصبو إليه المواطن الجزائري عوضا عن حل الأزمة. نفتح اللحظة ملف الوضع المرتبط بفيروس كوفيد-19 والبداية من الجزائر، حيث تقرر تمديد الحجر الصحي في عموم ولايات البلاد. تمديد الحجر على مستوى 34 ولاية حتى موفى دجنبر الجاري يقابله تخفيف ملموس في العديد من القيود المعتمدة، خصوصا على مستوى نقل المسافرين، حيث يفترض أن تعود حركة النقل الحضري اعتبارا من غدنا الجمعة، في حين شرعت السلطات المختصة في تعديل توقيت الغلق الجزئي للعديد من الأنشطة التجارية اعتبارا من يومه الخميس. وفي جديد الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، وثقت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم 2776 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي، كما سجلت المملكة على مدار 24 ساعة 55 حالة وفاة مقابل 3163 حالة شفاء. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أعرب فيها العاهل المغربي عن متمنياته لماكرون بالشفاء العاجل على إثر تأكد إصابة الرئيس الفرنسي بعدوى كوفيد-19. إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا شكلت على الواجهة الأوروبية الحدث اليوم، حيث اضطره إلى عزل نفسه مدة أسبوع على غرار شخصية أوروبية أخرى يتقدمها رئيس الوزراء الإسباني ورئيس المجلس الأوروبي، وهي شخصيات خالطها الرئيس الفرنسي بحر الأسبوع الجاري. وتشير معطيات السلطات الصحية إلى أن أوروبا باتت أول منطقة في العالم تسجل أزيد من نصف مليون وفاة بكوفيد-19، وسجلت وفاة نحو 37 ألف مصاب تقريبا على مدى الأسبوع الأخير، وهو ما يمثل مستوى قياسيا منذ تفشي الجائحة، حيث سجلت 6 وفيات تقريبا من كل 10 إصابات في 5 دول تتقدمها إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا. 8:04 بميديا.